صباح الفل عليكم. طيب، عشان ما نطولش بقى زي الفيديو بتاع امبارح اللي كنا بنتكلم فيه على الصفقات ومستوى الاهلي والقصه بتاعتنا العاديه اللي اتكلمنا فيها امبارح. انا زي ما قلت كده هتكلم بسرعه عن الاهلي وباتشوكا واستفدنا ايه من الماتش ده. وهو الماتش بصراحه ما فيهوش اي حاجه غير ان احنا استفدنا من حاجات كتير. انا بقالي سنه طبعا، واغلبيه الناس اللي فاهمه كوره واللي بيحللوا كوره واللي دارسين كوره بقالهم اكتر من سنه عارفين ان الاهلي عنده مشكله كبيره قوي في خط الدفاع. على راي سمير غانم، جينا بقى في الاخر قال لك ايه، جيت اظبط الجاكيته البنطلون ضرب. احنا عندنا فعلا الجاكيت، جاكيت شياكه الاجا كل حاجه، نص ملعب على اعلى مستوى، هجوم وعلى اعلى مستوى، خط دفاع ربنا يستر علينا. ودي كانت مشكله. هتكلم بقى بسرعه كده عن الماتش وايه اللي استفاد منه الاهلي في الماتش ده. مبدئيا كده الاهلي حاجه ممكن الناس ما تعرفهاش، يعني ريبيرو في التمرينات الخطه التشكيله اللي بدا بيها الشوط الاول والتشكيله اللي بدا بيها الشوط الثاني، التشكيلتين دول كانوا بيلعبوا بعض امبارح او في التمرينه الاخيره، يعني لعبوا بعض ماتش والماتش خلص 1-1. يعني مفيش لسه مبين مين اساسي ومين احتياطي، سواء التشكيله اللي نزلت او التشكيله اللي نزلت الشوط الثاني او التشكيله اللي نزلت في الاول. مفيش، مش باين مش لسه مش باين مين اللي هيبقى اساسي ومين احتياطي في ماتش انتر ميامي. طيب، ايه المستفاد من الماتش ده والمفروض محللين الاداء بتوع ريبيرو ياخدوا بالهم منه والناس تبقى عارفه القصه؟ طيب، مبدئيا احنا طبعا عندنا مشكله كده كده في الدفاع. اشرف داري بيسرح جامد جدا. لو هتقول لي اشرف داري ولا ياسر ابراهيم، الاثنين واحد، بس بحس ان ياسر ابراهيم من خبرته مع الاهلي فياسر يعني واثق من نفسه شويه عن اشرف داري. نفس طبعا بحس ان الاثنين نفس الستايل، الاثنين اللي هم الجرأه والدخل وكده، بس الاثنين ما بيعرفوش يلعبوا كوره على الارض. بس لو هتقارني بين الاثنين فياسر ابراهيم هيبقى انسب لي. طيب، الراجل باين عليه قوي بيلعب ب 4-2-3-1 زي ما قلنا. يا بيلعب ب 4-3-3 4-2-3-1، يا 3 ورا، ودي نادرا، ودي اللي انا اتمناها بسبب سوء مستوى الدفاع والمساحات اللي بتبقى في الدفاع، زي اللي حصل في الجون اللي دخل في الاهلي النهارده. نتكلم عن اللعيبه بقى كده بسرعه كده، ايه واللي استفدناه من اللعيبه عندنا. اول حاجه هبدأ كده من ورا. الشناوي العادي بتاعه، اللي هو ممكن ماتش يبقى احسن واحد في الملعب وماتش ايه ربنا يستر علينا. بس بصراحة النهارده شايل كورتين مش اي حارس يشيلهم بسهولة يعني. وانقذنا، كنا الماتش الشوط الاول ده ممكن يطلع 2 او 3-0 عادي خالص، الا بسبب الشناوي يعني. اشرف داري اتكلمت عليه قبل كده، هو مدافع بالنسبة لي متوسط، يعني عادي زيه زي ياسر ابراهيم بالظبط. وياسر ابراهيم طبعا كلعيب وكده عنده حميه يمكن عن اشرف داري. هنتكلم برضو ايه، العش زي ما هو برضو كويس بالنسبه لي الى حد ما، افضلهم شويه وبيلعب برجله الشمال، فدي بتدينا افضليه. نيجي بقى على كريم الدبيس واحمد حسن كوكا وانا اسف واحمد كوكا. الاثنين بالنسبه لي ما يفرقوش عن بعض قوي. يمكن كريم الدبيس بيلعب اكتر مش عارف ايه، بس طبعا لو هنلعب ماتش انتر ميامي انا شايف ان يحيى عطيه الله حتى بمستواه السيء اللي احنا شفناه قبل كده هيبقى افضل من الاثنين. للاسف الاثنين مش هيصلحوا. والاهلي محتاج فعلا باك شمال تقيل تقيل تقيل، لان احنا نازلين من احسن باك شمال في افريقيا لمرحله ربنا يستر عليها. محمد هاني كان مستواه العادي الثابت بتاعه، يعني ما شفتش حاجه منه حلوه او وحشه، او يعني عادي. ما بيدينيش اللي انا اقول عليه اللعيب الهجومي الجامد قوي او اللعيب الدفاعي الجامد قوي، هو المتوسط بتاعه. طيب، مبدئيا بقى ايه، الراجل بدأ امام عاشور ومروان عطيه الاثنين مستنزفين بدنيا من الموسم بتاع الدوري وافريقيا وكده، وواضح ان الاثنين مش شايفين قدامهم في الملعب، او مش شايفين قدامهم. مروان كان تايه شويه، امام ما كانش قادر يجري، وهو اصلا كانت قايله ان في اصابه وامام مش قادر والكلام ده كله. طيب، بن رمضان لا هيجي وصفقه تقيله، وهو الوحيد اللي كان باين في نص الملعب في الشوط الاول. جراديشار واضح ان اصابته شكلها عضليه، واحتمال كبير قوي قوي قوي، ده اللي انا شايفه بعينيا، ان جراديشار ما يلعبش كاس العالم كله.
وربنا يستر على وسام ويعدي الماتش اللي جاي مع عمان ويرجع بالسلامه ويبقى جاهز، لان واضح طبعا ان احنا الشوط الثاني لعبنا بحسين الشحات مهاجم، لان محمد ياسر المدافع بتاع المهاجم بتاعنا اللي كان محترف في التشيك في تبليسي التشيكي ورجع، ما جاش مع البعثه، وانا مش عارف ليه ما جاش مع البعثه يعني. طيب نتكلم بقى على الاستفادات كده اللي استفدناها في الماتش. مبدئيا حمدي فتحي ما اتغيرش، هو حمدي قلبي فتحي، زي ما هو الرجوله اللي مش عارف بل بالعكس حاسه كده جسمه فرد شويه، خاسس شويه، عمل السرول لتريزيجيه. طبعا تريزيجيه ده بقى حدث ولا حرج، اوروبي، لعيب اوروبي، هو ده الكواليتي، هو ده الكواليتي اللي تتمناه في فرقتك، في فرقه زي دي. ده لعيب اوروبي، جون فاهم من خرم ابره، خد احسن لعيب في الماتش، خلصت. نتكلم على مين تاني؟ طبعا ديانج، نفس القصه ما اتغيرتش، اللي كولر ما كانتش عاجباه، وانا برضو مش عاجباني، وانا ديانج بالنسبه لي كان مش عايزه بصراحه، من جوايا انا مش عايز ديانج يرجع. بالنسبه لي كان اهتم بمدافع يبقى زي زين الدين بالعيد او حد تقيل، بس هو الراجل عاجبه ديانج. ليه؟ انا عارف ليه عاجبه، لان الراجل ده بيحب المجهود او الفوت ورك الكتير اللي في الملعب. فديانج بالنسبه لي برضو الاستلامه بظهره اللي بتطول منه، اللي ما بيبصيش، اللي خلت كولر يطلب ان هو يمشي، لان هو ما بيعرفش يعني، مش لعيب كوره بمعنى اصح، هو قوي بدنيا، يجري كتير في الملعب، يخبط هنا ويجيب الكوره من هنا ويعمل كل ده، بس مش اللعيب الكوره اللي انت يعني اللي هو ايه تعتمد ان هو ينزل يستلم مثلا زي مروان، زي امام، زي بن رمضان، زي حمدي فتحي، مش اللي هيعرف يعمل القصه دي. فده وجهه نظري في دي يعني. زيزو طبعا يعني كتر الف خيره ان هو يلعب شوط تاني يعتبر كامل بعد طبعا اصابه جراديشار، لان هو طبعا زيزو بنسبه كبيره ما كانش هيلعب، بس كويس ان هو الراجل بيتمرن في الجيم ولحد ما الحمد لله ان هو فت. عمر كمال عبد الواحد، يا رب يعني مش عارف، يعني الحمد لله على نعمه محمد هاني، والله لما بشوف عمر كمال في الملعب مش عارف، مش عارف تمركز، انا ما شفتش حد بيتمركز كده كباك يمين، انا ما اعرفش هو ازاي بيتمركز كده. بيعمل حاجات غريبه، بيسبق الكوره والكوره بتسبق، بيجري الكوره قدامه ب 5 6 متر، مش عارف يعني، ما القصه بالنسبه لي مش مفهومه. احمد رمضان بيكهام، زي ما انا قلت قبل كده، صفقه احمد رمضان بيكهام بالنسبه لي الراجل ده عنده ميزه حلوه قوي قوي وميزه سيئه جدا جدا. هل هنعرف نوظفه؟ انا ما اعرفش، عشان كده نفسي الراجل يلعب بثلاثه ورا. احمد رمضان بيكهام فيه ميزه مش موجوده في اي مدافع في النادي الاهلي، الراجل ده لعيب كوره، بيقرا الملعب كويس وبيعرف يباصي كويس وبيعرف يطلع بالكوره تمام. تمركزاته سيئه جدا جدا جدا. ماتش بيراميدز في الدوري الاخير مع سيراميكا كان عامل كوارث ورا في الدفاع، اللي هو اصلا بيراميدز كان مطلوب منه واحد، واحمد رمضان بيكهام كان عامل كوارث. ماتشات كتيره قوي لسيراميكا السنه دي احمد رمضان بيكهام مخسرهم فيها بسبب تمركزاته السيئه. هتيجي هتقول لي بيعرف يطلع بالكوره جامد، لا دماغه حلوه، هو طالع بالكوره في خط. لو الراجل ده بيلعب في خطه ثلاثه ورا، لو هنلعب بقى بثلاث مدافعين، هيلعب مثلا جنب ياسر وداري، جنب العش وياسر، ايا كان هيبقى ثالث. الراجل ده ممكن اخد منه حاجه حلوه قوي زي عبد المنعم لما كان بيطلع بالكوره، لان الراجل لعيب كوره. ف ده الملخص. قفشه يعني ما حسيتوش، ما شفتوش تقريبا في الملعب، عمل كام كوره كده في كام باصه وكده. سواء احنا الشوط الثاني للاسف بعد اصابه جراديشار الفرقه كلها رجعت لورا، انكمشت، كانت بتلعب هجمات مرتده على سرعه زيزو. حسين الشحات للاسف لاعب مهاجم، ما اقدرش الومه في اي حاجه، عمل كوره كده الحنكشه بتاعته اللي متعودين عليها، بس عادي. ف يعني طبعا يعني اهم حاجه ان احنا عرفنا الراجل شاف بعينيه ان دفاعنا ما جاش، لازم يخلي باله جدا جدا من النقطه دي، لان واحد زي ميسي ولا سواريز مش هيستنى في الكور دي. الفريق فاهم، باتشوكا كان واكل الاهلي بسرعته، البدني عنده عالي والقصه دي كلها. فلازم الراجل يكون هو ومحللين الاداء بتوعه، يعني انا نفسي مطلع مثلا 5 6 اخطاء الشوط الاول والثاني من دفاع الاهلي، فاكيد محللين الاداء والناس اللي مع الراجل والراجل نفسه شايف الدفاع لازم يتظبط فيه ايه. فعشان كده اتمنى يلعب بثلاثه 4-3. مش هقعد اقول مين الافراد وكده عشان ما اطولش عليكم، دي هترجع للراجل. واضح ان الفرقه بس اللي بدات في الاول عشان ما حدش يلوم حد، امام، بن شرقي، مروان، الطقم اللي بدا في الاول مستنزف بدنيا من ماتشات الدوري اللي كان فيها حرق جامد جامد جامد. الحمد لله الصفقات واقفه على رجلها وفايقه. اتمنى بس اصابه جراديشار دي تعدي وسام يرجع بالسلامه،
لان احنا ما عندناش مهاجم ثالث. ادينا شفنا الشوط الثاني لما بنلعب بحسين الشحات، فربنا يستر في اللي جاي. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله انا بعد ماتش انتر ميامي. ولو في حاجه جديده ممكن نتكلم في الكره الاوروبيه مثلا وفي الصفقات، يبقوا قولوا لي لو عايزين نتكلم في الدوري الانجليزي، في الدوري الاسباني، في الصفقات الجديده، في الحاجات دي، يبقوا قولوا لي يعني في الكومنتات. واتمنى مستني رايكم، ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم. شكرا، سلام.